لسه كنت بقول موضوع الكلاب ده. يعني زينة حصل لها نفس المشكلة مع كلب. يعني لسه بنقول موضوع الكلاب يا جماعة، وعلى مستويات حتى الأماكن الشعبية والكلام ده، طلع حتى على مستويات الفلل والكومباوندات والكلام ده. موضوع الكلاب عامل مشاكل جامدة جدا. ابن الفنانة زينة طبعا، ابن أحمد عز برضه، اتعض من كلب. سبحان الله، لسه بنقول يا جماعة. في الموضوع اللي فات الكاميرات بقى رصدت سقوط نجل الفنانة زينة أثناء لعبه، واصطدم بشجرة وجاله خدوش. الكلب بقى إيه؟ ما عضوش على حسب كلام سيف زاهر. الكلب لم يتسبب ليه بالعقر، وده من نوع جولدن، ودي فصيلة أليفة واخدة ترخيص. زينة بقى أصرت على تحريم محضر من غير ما تفهم الموضوع إيه. ده كلام سيف زاهر. أصرت بقى إن يعتذر لها، يعتذر الشابين لابنها، وبالفعل اعتذروا. لكن بقى وقت مغادرة زينة للسيارة، كانت وهو بيقول كده: قادت سيارتها مسرعة وكادت أن تصدم الشابين وحرر محضر ضدها. يعني هي اتنرفزت الموقف اللي حصل لابنها، وهي خارجة عدت بالعربية كده من جنبهم على أساس إيه؟ يعني إيه؟ إنها متضايقة وكده. فطبعا هو بيقول لك أكنها كانت هتصدمهم، ولما حصل الكلام ده راحوا عاملين محضر ضدها. اتعرضت زينة والشابين على جهات التحقيق، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. طب كلام زينة إيه بقى؟ زينة قالت: جالي تليفون ابني بيعيط وبيقول لي الحقيني، في كلب واحد سايبه علينا وهيموتنا. الواحد ده دخل الملعب وقال لابني عايز العب، قال له لا، ده حجزنا، لو عايز تيجي تلعب معانا تعالى. الولد بقى قال له لا، وهعرف اخرجك ازاي. وجاب له الكلب ده. وطبعا انا مش هستنى عيل من عيالي يموت بسبب الكلب. دي الواقعة اللي حكتها زينة. وزينة كمان برضو قالت اكتر من كده، قالت انه يعني صاحب الكلب ده ابن رجل يعني من اعضاء مجلس الشعب، وقال لها احنا اللي بنعمل القانون. قالت له مش في قانون مثلا معين لحيازة الكلاب دي؟ قال لها احنا اللي بنعمل القانون. طبعا فالموضوع كبر وكده، وزينة بدأت تتكلم عن موضوع الكلاب. هل موضوع الكلب ده صح، ولا كلام سيف زاهر صح، ولا ايه الحكاية؟ لسه طبعا الموضوع في التحقيقات وهيتعرف. بس لو كان موضوع الكلب، فموضوع الكلاب ده زاد جدا عن حده. ولو مش موضوع كلب والموضوع زي ما بيحكي سيف زاهر، وسيف زاهر بيقول كاميرات ومش كاميرات وكده، فخلاص نتابع في الاخر ونشوف الموضوع ايه.